السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. في تاريخ 23 يونيو من سنة 2025 كان في عريس وعروسة مسافرين علشان يقضوا أجازة شهر العسل، وأسرتهم كانت بتتواصل معاهم من بداية سفرهم، ولكن في اليوم ده على وجه التحديد مهما حاولوا إنهم يتواصلوا معاهم ما كانوش قادرين يوصلوا لهم. في البداية اعتقدوا إن وارد إن بسبب إن الشبكة هناك سيئة أو إن الأجواء ممطرة جدا في الوقت اللي سافروا فيه، فهو ده السبب في إنهم مش قادرين يوصلوا لهم. ولكن بعد مرور يومين على اختفائهم، أسرهم قرروا يسافروا للمنتجع اللي كانوا حاجزين فيه علشان يعرفوا سر غيابهم. ولما وصلوا لهناك بعد مرور 3 أيام من اختفائهم، اتأكدوا من إدارة الأوتيل إنهم مش موجودين من 3 أيام وإن محدش يعرف عنهم أي خبر. وكمان كانوا مأجرين سكوتر علشان يقدروا يتحركوا بيه. مالك السكوتر كان بيقول إنهم ما رجعوش ليه ولا رجعوا له السكوتر الخاص بيه. فوراً أسرة العروسين اتوجهوا لمركز الشرطة وقدموا بلاغ، والشرطة كانت بتبذل أقصى ما في وسعها لأن الموضوع كان بيتعلق بسمعة المدينة كلها. والسؤال دلوقتي، هل الزوجين دول كانوا ضحايا لخطة شيطانية كانت محاكة ضدهم؟ هل هيرجعوا هم على قيد الحياة؟ وهل الشرطة هتقدر تحدد الجناة وتلقي بالقبض عليهم؟ استعدوا علشان هتسمعوا تفاصيل قصة لما تم الكشف عن المخطط الشيطاني اللي فيها في بدايات شهر يونيو من سنة 2025. أثارت ضجة كبيرة جدا، ووسائل الإعلام ملهاش سيرة غير اللي حصل للعروسين راجا وسونام. من غير ما ندخل في تفاصيل كتير، يلا بينا نغوص في أعماق قصتنا. بتدور أحداث قصتنا في الهند، في واحدة من أهم الولايات السياحية هناك واللي اسمها ولاية ميغالايا. هناك كان في عروسين بيقضوا أجازتهم بعد زواجهم بأيام معدودة. العريس كان اسمه راجا راجوينشي والعروسة كان اسمها سونام. ولكن قبل ما ننتقل لولاية ميغالايا، خلونا نتعرف على شخصيات قصتنا. راجا راجوينشي عاش حياته بالكامل في مدينة إندور واللي بتقع في ولاية ماديا بارديش، وكان عمره في وقت أحداث الواقعة 29 سنة. أسرته كانت أسرة ميسورة الحال، وكان عايش وسط أبوه وأمه وإخواته. كان عنده أخين أكبر منه، أخوه الكبير كان اسمه فيبيان، وأخوه الأصغر منه أو الأوسط كان اسمه ساتشن. وبرغم من إن راجا كان هو الأصغر ما بين إخواته، إلا إن كان بيقع على عاتقه إدارة الشركة اللي كانت الأسرة بتمتلكها، واللي كانت مخصصة لشاحنات النقل للشركات والمدارس. راجا كان مستمر في عمله في إدارة الشركة الخاصة بالعائلة من بداية ما اتخرج من الجامعة لحد ما بدأت أحداث الواقعة. كان معروف عنه إنه بيتمتع بحس عالي بالمسؤولية، كان متواضع جداً، وأكتر شيء كان بيميزه بشهادة كل المحيطين بيه إنه كان بيطيع أبوه وأمه وإخواته طاعة عمياء، ما كانش أبداً بيرفض لهم أي طلب. وطبعاً زي ما انتوا عارفين، راجا طول الوقت كان بيعمل وما كانش فاضي إنه يرتبط بأي بنت أو إنه يقع في الحب. ولما وصل لسن 29 سنة، أسرته في الوقت ده اقترحوا عليه إنه يتزوج، ولأن ما كانش فيه أي بنت في باله قرروا إنهم يشوفوا بنت تكون مناسبة ليه وليهم علشان يتزوج منها. اتجهوا لواحد من مكاتب الزواج اللي موجودة في كل أنحاء الهند علشان يسجلوا اسم ابنهم هناك. المكاتب دي بيبتدوا إنهم يسجلوا اسم العريس، مواصفاته، الطبقة الاجتماعية اللي بينتمي منها، وبكل تأكيد ديانته وطائفته. وبيطلبوا من مكتب الزواج إنهم يوفقوه مع بنت تكون بتتناسب معاهم اجتماعياً وتقليدياً. تسجيل أسرة راجا في مكتب الزواج حصل في شهر سبتمبر من سنة 2024، وفي بدايات شهر أكتوبر من سنة 2024 رجع ليهم الرد، وتقدموا ليهم بملف بنت كانت بتتناسب بصورة كبيرة جدا مع راجا. والبنت دي كان اسمها سونام، وكان عمرها 24 سنة. سونام هي كمان كانت من سكان مدينة إندور هي وأسرتها، وكان أبوها بيمتلك شركة لتصنيع الخشب الرقاقي، وكان اللي بيدير الشركة دي أخوها الكبير واللي كان اسمه جوفند. وسونام هي كمان كانت منخرطة في العمل في شركة أسرتها، لأنها بعد تخرجها مباشرة بدأت إنها تمسك إدارة قسم الموارد البشرية، بمعنى إن الأمور كانت في أفضل حال. سونام وراجا الفرق العمري ما بينهم مش كبير، بينتموا لنفس الطبقة تقريباً، عاشوا في بيئة مشابهة، يعني تقدروا تقولوا إن زواجهم هيكون زواج مثالي. الأسرتين لما قعدوا مع بعض حسوا بارتياح كبير جدا، وأم راجا كانت حابة سونام وكانت شايفة فيها زوجة مستقبلية لابنها. وبدأوا هما الاتنين إنهم يتبادلوا أطراف الحديث من خلال المكالمات ومن خلال الرسائل النصية علشان يتعرفوا على بعض أكتر.
ولكن خلوني أوضح ليكم إن الموضوع ما بين راجا وما بين سونام كان واخد منحنى مختلف بعض الشيء. بمعنى إن راجا بعد تعرفهم وبعد زي ما نقول كده ما قعدت الأسرتين مع بعض وربطوا كلام، كان حاسس إن سونام مش مهتمة بأمر الزواج. هي ما كانتش بتتكلم معاه بطريقة سيئة ولا أي شيء، ولكن كان واضح عليها إنها مهتمة بعملها أكتر. ولما راح راجا وعبر عن مخاوفه لأمه، في الوقت ده الأم كانت مستغربة الأمر جدا، لأن من المفروض الفترة اللي كانت ما بينهم هي تعتبر فترة خطوبة يتعرفوا فيها على بعض، يشوفوا طباع بعض، ويقدروا إنهم يحددوا هل هيقدروا يكملوا الحياة مع بعض بعد كده ولا لأ. وفكرة إن سونام ما كانتش بتخصص أي وقت لراجا، وكانت دايما منخرطة في عملها وموجودة في الشركة اللي بتعمل فيها تقريبا طول الوقت، ده كان مخليها حاسة ببعض المخاوف، لأنها كانت بتسأل نفسها دايما سؤال: هل بعد الزواج سونام هتفضل متابعة حياتها بنفس المنوال، ولا إنها هتقدر إنها تخصص لزوجها ولبيتها ولحياتها وقت من وقتها؟ اقترحت أم راجع عليه إنه يروح ويطلب من أسرتها إنهم يتقابلوا وجها لوجه في أي مكان عام علشان يتكلموا مع بعض، ولكن في الوقت ده أسرة سونام منعوا الأمر تماما وقالوا له إنهم أسرة محافظة، وإنهم كانوا مسجلين الأمور دي كلها في مكتب الزواج اللي تقدموا فيه بالطلب. وفكرة إن بنتهم تخرج مع شاب حتى لو في مكان عام فكرة مرفوضة تماما بالنسبة لهم. وهنا أم راجا حست إن الأمور بتخرج عن السيطرة، وإن ابنها بالفعل هيفركش لهم الجوازة وهيسيب سونام وهيشوف أي بنت تانية غيرها. قررت إنها تتكلم معاها بصورة ودية، بدأت إنها تتصل بيها وتقول لها إنهم المفروض يتعرفوا على بعض وإنها تخصص وقت من وقتها ليه. سونام في الوقت ده اقتنعت بكلام أم راجا، وبالفعل بدأت إنها ترد على راجا أكتر، تتكلم معاه أكتر، وكمان بدأت إنها تتكلم مع أسرتها إنهم يحاولوا يسمحوا لهم إنهم يخرجوا، ولو هم مش عايزين إنهم يخرجوا لوحدهم تقدر إنها تاخد واحدة من إخواتها معاها وهم خارجين. والأسرة في الوقت ده ما كانوش رافضين الأمر، وبدأت المقابلات ما بين راجا وما بين سونام، وبدأوا إنهم يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض أكتر. وبسبب إن كان في حالة من الارتياح من راجا تجاه سونام بعد ما بدأ إنه يتقابل معاها، اتحدد ميعاد لزواجهم في شهر فبراير من سنة 2025، والميعاد ده اتحدد بإنه يكون في تاريخ 11 مايو من سنة 2025. وطبعا الفرح كان فرح كبير جدا، بما إن الأسرتين ميسورين الحال. اجتمع فيه كل الأهل والقرايب والأصدقاء، وكان كل الأشخاص اللي هناك سعداء وبيرقصوا فرحانين، حتى إن سونام وراجا كان ليهم صور رائعة، وكان واضح قد إيه إنهم حاسين بارتياح تجاه بعض، وإن عندهم أمل في إن حياتهم الزوجية هتكون حياة سعيدة. ولكن زي ما انتوا عارفين، لو كان فعلا الأمل ده حقيقي والأجواء ما بينهم هتكون سعيدة، ما كانش زماننا قاعدين دلوقتي وبنحكي لكم القصة دي. راجا هو وسونام انتقلوا بعد الزواج للحياة في بيت أسرته، لأن البيت كان كبير وقدروا إنهم يخصصوا لهم فيه جناح يكونوا مستقلين بذاتهم فيه. وبعد مرور أسبوع واحد من الزواج، سونام كانت بتقترح على عريسها راجا إنهم يسافروا لأي منطقة سياحية علشان يقضوا ما يسمى بأجازة شهر العسل. راجا زي ما تقولوا كده ما كانش من محبين السفر ولا كل الأمور دي، وكان شايف إنه المفروض يرجع مرة تانية علشان يرجع لعمله وإدارة الشركة اللي بيديرها. ولكن قدام إصرار سونام ما كانش قادر إنه يرفض الفكرة. بدأت إنها تعرض عليه أكتر من مكان، وكانت واجهتهم في البداية إنهم يروحوا لمدينة جوه. وفي يوم من الأيام اتفاجئ راجا بإن سونام رايحة وبتبلغه إنها حجزت تذاكر للسفر لمدينة ميجالايا، وإنهم هيروحوا وهتكون هي دي واجهتهم علشان يقضوا أجازتهم. وعلشان تحسسه بضغط أكبر لأنها كانت عارفة إنه مش هيسافر معاها من تلقاء نفسه، قررت إنها تروح تحجز تذاكر الطيران، وحجزت الأوتيل وظبطت كل شيء، وكانت رايحة بس بتبلغه بالميعاد اللي هيسافروا فيه. راجا ما كانش مرتاح للأمور دي كلها، وراح واتكلم مع أمه وقال لها عن كل الأمور اللي سونام عروسته عملتها. الأم في الوقت ده قالت له بما إنها حجزت التذاكر وحجزت الأوتيل وحجزت كل شيء، فأنت مفيش قدامك غير إنك تسافر معاها. روحوا غيروا جو وقضوا بعض الوقت وافرحوا مع بعض. أم راجا كانت مش مستوعبة إزاي إن سونام راحت وحجزت من غير ما تكلم راجا، ولكنها ما قالتش لابنها أي شيء عن كل الأمور اللي كانت مضايقاها أو كانت حاسة بإنها شيء غريب. في الوقت ده أم راجا راحت واتكلمت مع سونام منها ليها، وكانت بتسألها هي ليه مصرة إنها تسافر في التوقيت ده بالذات. وهنا بدأت سونام إنها تشرح لها إنها كان عليها ندر بإنها بعد ما تتزوج من شخص يصونها ويصون اسم عيلتها، إنها هتسافر لواحد من المعابد اللي في مدينة جوهاتي
هتروح هناك علشان تقدم النذر اللي نذرته، وبعد كده قالت بالمرة إنهم يسافروا على مدينة ميجالايا بما إنها قريبة جدا من المعبد اللي هتروح تقدم فيه النذر. الأمر كان مقنع جدا لأم راجا، حتى إنها راحت واتكلمت مع ابنها وقالت له إن الأمر عادي وطبيعي وإن ما فيهاش حاجة لما ينفذ لعروسته أول طلب بتطلبه منه. وبالفعل سافروا هما الاتنين في تاريخ 20 مايو من سنة 2025، يعني بعد زواجهم ب9 أيام بالظبط. واجهتهم الأولى كانت لمدينة جوهاتي. راحت هناك سونام للمعبد، بدأت إنها تقدم النذر وكان معاها زوجها راجا. وفي أثناء ما كانوا في المعبد وكانوا على وشك إنهم ينتقلوا لمدينة ميجالايا، أم راجا كانت بتتواصل معهم تليفونيا من خلال مكالمة فيديو. كانت بتتكلم معاهم وكانوا بيقولوا لها عن كل الأجواء اللي مروا بيها في أثناء رحلتهم. ولكن في الوقت ده أم راجا لاحظت إن ابنها كان لابس خاتم من الذهب بالإضافة لسلسلة عريضة جدا من الذهب. الأم في الوقت ده عبرت عن مخاوفها وقالت لابنها إن مش من الأمان إنه يروح لمنطقة سياحية وهو لابس كل الذهب ده. وفي الوقت ده قال لها إن هو وسونام أخدوا معاهم ذهبهم علشان يلبسوه في أثناء ما يكونوا بيتصوروا. والأم نصحته وهو وسونام إنهم يكونوا حريصين جدا، لأن في أمور سيئة كتير بتحصل بدوافع السرقة في بعض المناطق السياحية. وفي تاريخ 22 مايو من سنة 2025 وصل راجا وسونام للمنتجع اللي كانوا حاجزين فيه في ميجالايا. مدينة ميجالايا كانت معروفة بأنها منطقة هادية الكل بيتنقل فيها عن طريق السير على الأقدام. هي منطقة تحسوا إنها بتتمتع بأجواء طبيعية، يعني مناظر الشلالات، مناظر الغابات، ما فيهاش تنقل بالعربيات زي ما هو متعارف. وكل اللي يقدروا إنهم كانوا يعملوه في الوقت ده إنهم يأجروا سكوتر علشان يتحركوا بيه من منطقة لمنطقة، ومش أكتر من كده. أكتر مكان كانت سونام حابة إنها تروح علشان تزوره في مدينة ميجالايا هي منطقة بتسمى بجسور الجذور الحية، وهي عبارة عن بعض من جذور الأشجار اللي موجودة من مئات السنين. الجذور دي امتدت وتشابكت مع بعضها لحد ما شكلت جسور قوية الكل بيتحرك عليها وهو في قمة الأمان، ومفيش أي حد بيحس فيها بالخوف. وتخيلوا إن الجسور دي بتكون موجودة فوق بعض الشلالات، يعني المنظر بيكون خلاب. وسونام وراجا كانوا حابين إنهم يروحوا للمنطقة دي علشان يلتقطوا بعض الصور. راجا وسونام لما وصلوا للمنتجع، المنتجع نفسه كان مخصص ليهم زي مرشد علشان يمشي معاهم في كل مكان. ولكن سونام اقترحت على راجا بأنهم مش محتاجين المرشد ده وأنهم عايزين يكتشفوا المكان بنفسهم. اعتذروا ليه وبدأوا أنهم يتحركوا بنفسهم. وفي أثناء ما كانوا بيتسلقوا جبل من الجبال، أم راجا تواصلت معاه تليفونيا من خلال مكالمة. وفي خلال المكالمة دي راجا كان بيقول لها إنهم طالعين على قمة جبل وإن الأجواء اتقلبت مرة واحدة بعد وصولهم وكانت ممطرة. ولكن الموضوع ده موقفوش هو وسونام عن إنهم يخرجوا علشان يكتشفوا المكان. الأم كانت بتطلب منهم إنهم يرجعوا لأن زي ما انتوا عارفين أمطار في منطقة جبال، طبعا الأرض هتكون منزلقة جدا وممكن إن أي حد فيهم يقع. ولكن راجا وسونام طمنوها، حتى إن سونام في خلال المكالمة كانت بتقول لحماتها إنها صايمة، وبرغم من إنها صايمة وحاسة بالتعب إلا إنها حابة تروح وتتسلق الجبل. ولما حماتها سألتها طب وهي تكسر صيامها إزاي؟ قالت لها إنها خدت معاها بعض الفواكه المجففة ومنتجات الألبان علشان تكسر صيامها. المكالمة الصوتية موجودة بالفعل ولكنها باللغة الهندية فما فيش حد هيفهم منها حاجة قوي. ولكن في خلال المكالمة دي راجا وسونام كان بيظهر إنهم مبسوطين جدا وإن الأجواء اللي هم موجودين فيها محسساهم بالفرحة. حتى إن سونام قالت لحماتها إن بمجرد ما ينتهوا من مشيهم في المسار اللي كانوا ماشيين فيه هيشوفوا الشلالات. وهنا حماتها بدأت إنها تندمج معاهم وقالت لهم إنهم يلتقطوا بعض الصور عند الشلالات علشان يتفرجوا عليها هم كمان. وبعد ما انتهوا من رحلتهم رجعوا مرة تانية للأوتيل. وفي صباح يوم 23 مايو من سنة 2025 وتحديدا الساعة 10 صباحا بدأ راجا وسونام إنهم يتحركوا علشان يكملوا باقي استكشاف مدينة ميجالايا. فاكرين المرشد اللي كلمتكم عنه اللي المنتجع كان مخصصه ليهم علشان يمشي معاهم؟ قال إنه في أثناء ما كان في غابة من الغابات بيلتقط بعض الصور عن طريق الفيديو. شاف في الوقت ده سونام هي وراجا وهم ماشيين بيتسلقوا جبل، حياهم بابتسامة. ولكن لاحظ إن كان في 3 أشخاص تانيين كانوا ماشيين وراهم، وكان واضح إنهم أشخاص اتعرفوا عليهم ونشأت ما بينهم علاقة صداقة. الموضوع ما كانش مهم قوي بالنسبة له، ولكن بسبب إن زي ما قلت لكم كان بيصور المنطقة عن طريق الفيديو بدأ إنه يصور صعودهم وهم طالعين لواحد من قمم الجبال.
وخلوني أقول لكم إن ده كان آخر ظهور لراجا وسونام في الوقت اللي المرشد شافهم وهم طالعين على قمة الجبل. من وقتها اتفقدوا تماما، ولا رجعوا للأوتيل ولا تواصلوا مع أسرتهم مرة تانية. على الجانب الآخر في مدينة إندور في ماديا برديش، أسرة سونام وأسرة راجا كانوا بيحاولوا إنهم يتواصلوا معاهم، ولكن ولا كانوا قادرين يوصلوا لهم، وحتى إن تليفوناتهم هما الاتنين كانت مقفولة. في البداية قالوا إنه ممكن تكون الشبكة سيئة بسبب الأمطار في مدينة ميجالايا، وكانوا بيحاولوا إنهم يطمنوا نفسهم. ولكن بعد مرور يوم 23 ويوم 24 ووصلوا ليوم 25، في الوقت ده أسرة سونام وأسرة راجا قرروا إنهم يرسلوا كل واحد من أبنائهم. جوفيندا أخو سونام الكبير هو اللي راح، وكان معاه فيبين أخو راجا الكبير. اتجهوا لمدينة ميجالايا وبدأوا إنهم يروحوا للمنتجع اللي كانوا قاعدين فيه. ولكن الأشخاص العاملين في المنتجع وضحوا ليهم بأن راجا وسونام بعد ما خرجوا في يوم 23 مايو سنة 2025 في حدود الساعة 10 صباحا ما رجعوش ليهم مرة تانية. ولما سألوهم هم اتجهوا لهناك عن طريق إيه بالظبط علشان يسألوا صاحب وسيلة المواصلات اللي نقلتهم، وضحوا ليهم في الوقت ده إن هم اتنقلوا عن طريق السكوتر اللي استأجروه. ولما راحوا تواصلوا مع الشخص اللي أجر لهم السكوتر قال لهم إنه بيدور عليهم في كل مكان، لأنهم ولا رجعوا بالإيجار ولا رجعوا السكوتر ليه مرة تانية. طبعا في الوقت ده جوفيند وفيبيان حسوا بالخطر واتجهوا فورا لأقرب مركز من مراكز الشرطة وقدموا بلاغ باختفاء العروسين راجا وسونام. الشرطة في ميجالايا بما إن الموضوع بيهدد سمعتها حرفيا، لأن أي شخص حابب إنها تكون واجهته السياحية بعد ما يسمع بتفاصيل زي دي باختفاء عروسين هيصرف نظر عن الفكرة تماما وهيحس بعدم الأمان. وعلشان كده كانوا بيدوروا على راجا وسونام في كل مكان، حرفيا في كل مكان. وبرغم من كل الجهود اللي كانوا بيبذلوها ما كانوش لاقيين لهم أي أثر. وبعد مرور 4 أيام من البحث عن العروسين لقوا السكوتر اللي كانوا مأجرينه في منطقة معزولة بعض الشيء في المدينة، ومن هناك بدأوا يحاولوا يتتبعوا أي أثر يوصلهم بيهم. ولكن مرت الأيام ولسه ما كانش فيه أي أثر ولا الراجا ولا السونام، لحد ما مر 9 أيام كاملين، وتحديدا في تاريخ 2 يونيو من سنة 2025. في الوقت ده وبكل أسف أفراد الشرطة وفرق الإنقاذ قدروا إنهم يتوصلوا لجسد راجا وهو موجود في أسفل شل من الشلالات، وكان واضح عليه إنه كان واقع في المكان اللي كان فيه من أيام طويلة، لأن جسده كان في مرحلة متقدمة جدا من التحلل. طبعا مع خبر زي ده أسرة راجا كانت مدمرة بالكامل، وكانوا حاسين إن الأمل اللي كان عندهم في رجوع ابنهم حي سالم مرة تانية انتهى تماما، وإن عمرهم ما هيشوفوه على قيد الحياة. فكرة إن أسرة تكون زفت ابنها لعروسته وإنه سافر هو وعروسته علشان يقضوا أجازة مع بعض، وإن الأجواء كانت سعيدة جدا ما بينهم، وفجأة يجي لهم الخبر بإن ابنهم تم إنهاء حياته وإن عروسته مفقودة. في الوقت ده كل اللي كان بيفكر فيه أسرة راجا وأسرة سونام إنهم يلاقوها، وكان عندهم أمل إنها تكون على قيد الحياة. ومع انتشار الأخبار في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بدأت تنتشر معاها بعض النظريات، لأن البعض كان بيقول إن المنطقة اللي كان فيها راجا وسونام بعض السياح بيتعرضوا هناك لبعض المشاكل، وإن الموضوع ده ما حصلش لأول مرة. كانوا بيدعوا بإن في عصابات هناك بتستهدف السياح علشان تسرقهم، وإن أحيانا بياخدوا السيدات منهم ويبتدوا إنهم يبيعوهم ويجبروهم على العمل في الدعارة. فيبيان أخو راجا كان بيطلع في كل وسائل الإعلام وكان بيقول كل التفاصيل دي، وطبعا شرطة ميجالايا ما كانش عاجبها كل الكلام اللي بيقوله لأنه بيضر بسمعة الولاية كلها. فيبيان كان بيستند على كل التفاصيل اللي بيقولها والنظريات اللي كان بيسردها عن بعض الحوادث اللي حصلت هناك بدافع السرقة، وخاصة إن زي ما قلت لكم لما تم العثور على جسد راجا وهو متحلل لقوا إن السلسلة الذهب والخاتم الذهب اللي كان لابسهم لما كان بيكلم أمه لآخر مرة ما كانش موجود معاه. وكمان لما راحوا لغرفة الأوتيل اللي كان قاعد فيها هو والسونام اكتشفوا إن ذهبهم ومجوهراتهم بالكامل ما كانتش موجودة معاهم. وبسؤال العاملين في الأوتيل قالوا إنهم شافوهم وهم خارجين بعلبة واللي بيعتقدوا إن كان فيها مجوهراتهم. وزي ما قلت لكم إن في خلال المكالمة اللي دارت ما بين راجا وما بين أمه قال لها إنهم بياخدوا معاهم المجوهرات علشان يتصوروا بيها. فكرة إن المجوهرات دي تكون معاهم وبعد كده إن المجوهرات وسونام عروسة راجا تكون مفقودة كانت مخلية أسرة راجا إنهم يكونوا مسنودين بقوة على إن الجريمة كانت عبارة عن جريمة سرقة
وبعدها جريمة اختطاف لسونام واللي مش معروف ايه مصيرها في الوقت الحالي. الشرطة لما بدأت تفحص المنطقة اللي تم العثور فيها على جسد راجا، كانوا بيحاولوا انهم يحددوا المنطقة اللي وقع منها واللي كانت فوق قمة من قمم الجبال. لما طلعوا لفوق لقوا بعض الآثار واللي كانت تخص سونام وكانت تخص راجا. لقوا شميز كان خاص بسونام وأسرتها قدرت إنها تتعرف عليه، وكان واضح إن تم خلعه من عليها واترمى في المكان. وكمان لقوا ساعة من الساعات الذكية ولكنها كانت مهشمة بالكامل. جهاز تابلت كان واخده معاهم العروسين علشان يحددوا المواقع اللي هيروحوا ليها. شريط من الدواء واللي اكتشفوا إن هو عبارة عن دواء مسكن علشان لو أي حد فيهم حس بالألم. بالإضافة إنهم لقوا ساطور، وكان بيرجح إن الساطور ده كان هو سلاح الجريمة، لأن تقرير الطب الشرعي قال إن إنهاء حياة راجا ما تمش بسبب سقوطه من أعلى الجبل، ولكن هو تعرض للضرب بالساطور في مختلف أنحاء جسده. لما أخدوا الساطور ده وحاولوا إنهم يستخرجوا من عليه بعض البصمات، زي ما قلت لكم إن المكان كان ممطر بصورة غزيرة وإن الساطور فضل في مكانه لأيام طويلة ومحى من عليه كل آثار البصمات. ولكن الحاجتين اللي قدروا إنهم يتأكدوا منها إن الساطور كان جديد، وكان واضح إن الشخص اللي أنهى حياة راجا اشتراه مخصوص علشان ينهي بيه حياته. ولقوا بعض آثار الدماء واللي لما حللوها اكتشفوا إنها بالفعل كانت دماء راجا، واتأكدوا من إن هو ده كان سلاح الجريمة. ولكن أفراد الشرطة في ميغالايا كانوا بيحللوا الموقف بعناية ودقة شديدة. الساطور اللي لقوه وكان أداة الجريمة لما بدأوا إنهم يفحصوه بعناية اكتشفوا إن السلاح ده ما بيتباعش في مدينة ميغالايا ومش موجود في الولاية كلها، وإن الشخص اللي أنهى حياة راجا جابه معاه من المكان اللي كان جاي منه بعيد تماما عن مدينة ميغالايا. وهنا الشرطة بدأت إنها تصرح لوسائل الإعلام إن احتمالية إن شخص محلي من ميغالايا هو اللي يكون مرتكب الجريمة احتمالية منخفضة تماما، وإنه بيرجح إن راجا وسونام الاتنين كان في شخص بيتتبعهم من بداية خروجهم من مدينة إندور في ماديا برديش. فاكرين المرشد السياحي اللي كنت قلت لكم إنه كان مخصص من المنتجع علشان يمشي مع راجا وسونام في أثناء رحلتهم، وهم حاولوا إنهم يعتذروا له بطريقة مهذبة علشان يكملوا رحلتهم بطريقتهم؟ المرشد ده راح لمركز الشرطة واتقدم ببلاغ بعد ما سمع بكل التفاصيل اللي كانت مثارة، وكمان اتقدم ليهم بمقطع الفيديو اللي كان بيصوره عن طريق الصدفة، وظهرت فيه سونام هي وراجا وهم بيتسلقوا أعلى الجبل، وكان معاهم 3 أشخاص كان واضح إنهم اتعرفوا عليهم في المكان. الشرطة لما سألت المرشد هم كانوا بيتكلموا وبيقولوا أي شيء يدل مثلا على إنهم مخطوفين، وضح ليهم إنه بيتكلم باللغة الإنجليزية فقط، والأشخاص اللي كانوا مع سونام وراجا كانوا بيتكلموا مع بعض باللغة الهندية، وإنه ما كانش فاهم هم بيقولوا إيه، ولكن كان واضح إنهم ماشيين بصورة طبيعية تماما، إنهم ولا مهددين ولا مختطفين ولا كان واضح عليهم أي آثار للقلق والتوتر. طبعا شك أفراد الشرطة والاشتباه الوحيد كان في ال3 أشخاص اللي ظهروا في خلال مقطع الفيديو اللي صوره المرشد السياحي عن طريق الصدفة. بدأوا إنهم ياخدوا صورهم ويحاولوا إنهم يحللوها علشان يقدروا يتعرفوا عليهم، وبالفعل قدروا يحددوا ال3 أشخاص اللي ظهروا في مقطع الفيديو. واحد منهم كان اسمه فيشال شوهان، والتاني كان اسمه آنند كور، والتالت كان اسمه أكاش راجبوت. وتم القبض عليهم هم ال3 وهم بيحاولوا يخرجوا من ولاية ميغالايا في تاريخ 8 يونيو من سنة 2025. في الوقت اللي كانوا بيحققوا فيه معاهم ال3 كانوا ممتنعين تماما عن إنهم يقولوا أي تصريح أو إنهم يوضحوا لأفراد الشرطة إيه علاقتهم باللي حصل، وكانوا كل اللي بيقولوه إنهم اتعرفوا على راجا هو وسونام لما كانوا موجودين في المنتجع، وقرروا إنهم يتسلقوا قمة جبل من الجبال مع بعض. وبالفعل هم طلعوا وتسلقوا الجبل، وبعد كده ال3 قالوا إنهم نزلوا بصورة طبيعية وسابوا سونام هي وراجا وهم فوق، ومن بعدها ما يعرفوش عنهم أي شيء. أفراد الشرطة ما كانوش مصدقينهم، وعلشان كده خلوهم رهن الاعتقال. على الجانب الآخر البحث كان عن سونام في كل مكان، لأنهم كانوا بيعتقدوا إن ال3 بكل تأكيد بيضللوهم، وكانوا محتجزين سونام في أي مكان وإنها في الوقت الحالي محتاجة للمساعدة. ولكن حصل شيء مفيش أي حد كان يتوقعه، وتحديدا في الساعات الأولى من صباح يوم 9 يونيو من سنة 2025، لأن في الوقت ده ورد لبيت أسرة سونام مكالمة تليفونية، وبمجرد ما فتحوا المكالمة اكتشفوا إن سونام بنفسها هي اللي كانت بتكلمهم. طبعا الأسرة كلها كانت بتسألها فين وإمتى وإزاي والمكان اللي هي موجودة فيه وإزاي هي بتكلمهم، كل الأسئلة اللي انتوا عارفينها. وهنا بدأت توضح ليهم إنها في مطعم محلي اسمه كاشي دابا، واللي موجود في غازي بور في ولاية أوتر برديش.
ولأنها ما كانش معاها تليفونها الشخصي لأن في بعض الأشخاص أخدوه منها ما كانتش قادرة تتواصل معاهم، وعلشان كده أخدت تليفون صاحب المطعم المحلي اللي كانت قاعدة فيه. بس السؤال دلوقتي، زي ما قلت لكم إن سونام كانت في ميغالايا، إزاي وصلت لولاية أوتر برديش؟ الولايتين كانوا بعيد عن بعض جدا. هل كان في بعض الأشخاص اللي محتجزينها وهي هربت؟ ولما كانت من المفروض إنها تهرب، من المفروض إنها ترجع لمدينة إندور عند بيت أسرتها، إيه اللي وداها لولاية أوتر برديش بدل ما تروح لولاية ماديا برديش؟ المكالمة اللي كانت ما بين سونام وما بين أسرتها كانت مسجلة عن طريق تليفون صاحب المطعم المحلي، وكان بيظهر في خلال المكالمة إن سونام ما كانتش بتتكلم نهائيا عن راجا ولا كانت بتسأل عنه، وكأنها كانت عارفة إن تم إنهاء حياته. على أي حال، أسرة سونام لما بلغت أخوها جوفند واللي كان لسه موجود في مدينة ميغالايا، تواصل مع صاحب المطعم تليفونيا وطلب منه إنه يرجعها مشكورا لمدينة إندور ويتأكد من سلامتها في بيت أسرتها. ولكن الشرطة لما وصل ليها كل المعلومات دي رفضوا إن سونام ترجع لبيت أسرتها، وطلبوا منهم إنها تتحول لمستشفى الجامعة فورا، لأنهم كانوا عاوزين يعرفوا هل هي تم الاعتداء عليها وكانت مختطفة ولا إيه اللي حصل بالظبط. بما إنها على قيد الحياة وإن عريسها تم إنهاء حياته، فهي تقدر في الوقت الحالي إنها توضح ليهم إيه اللي حصل ووصل راجا للحالة اللي كان فيها. سونام لما تم نقلها للمستشفى كانت بتعاني من بعض الحمى وبعض الصداع، ومع تقديم بعض الأدوية والعقاقير ليها ابتدت إنها ترجع مرة تانية لطبيعتها. كانت بتبكي طول الوقت، كانت بتحاول إنها تتهرب من الأسئلة، ما كانتش بترد على الأسئلة اللي بتتوجه ليها بصورة مباشرة. على الجانب الآخر، فيبيان أخو راجا كان مستمر في حملته ضد شرطة ميغالايا، وكان بيقول إن واحد من السكان المحليين هو اللي ارتكب الجريمة. ولكن جوفند أخو سونام كان عنده شعور مختلف، وابتدى يتراجع تماما عن فكرة مهاجمة شرطة ميغالايا، ومحدش كان عارف إيه السبب في التراجع المفاجئ اللي أخو سونام كان فيه. وفي يوم 10 يونيو من سنة 2025 الشرطة طلعت ببيان، وفي البيان ده كانوا بيوضحوا إن سونام اعترفت بنفسها إن هي كانت السبب والعقل المدبر لإنهاء حياة زوجها راجا. ولما سألوها عن الثلاث أشخاص اللي ظهروا معاهم في مقطع الفيديو اللي صوره المرشد السياحي، قالت إنهم كانوا عبارة عن أشخاص هي استأجرتهم علشان ينهوا حياة زوجها، لأنها ما كانتش هتقدر تنفذ الأمر بنفسها. ومع مواجهة الثلاث مجرمين بأقوال سونام بالفعل اعترفوا، بل وإنهم وضحوا إن في شخص كمان كان متورط معاهم واللي كان اسمه راج كوشوا. فيشال وأكاش وآنند وسونام كانوا بيقولوا نفس الأقوال، وفي الوقت ده كانوا لازم يحددوا مكان راج علشان يلقوا بالقبض عليه هو كمان. راج هو كمان كان من سكان مدينة إندور، وبمجرد ما تم إلقاء القبض عليه هو ما طولش معاهم ولا راوغ، وبدأ إنه يقدم الاعترافات الكاملة والتفصيلية عن العلاقة اللي كانت بتربطه هو وسونام وليه هو كان متورط في الجريمة. بس قبل ما ننتقل للاعترافات اللي قدموها، أحب أقول لكم إن أسرة سونام باستثناء أخوها جوفند كانوا بيوجهوا الاتهام لشرطة ميغالايا بإن هم بيلصقوا تهمة مش حقيقية ببنتهم، وإنهم عاوزين يقفلوا ملف القضية، وكانوا بيطالبوا بإن ملف القضية يروح لوحدة CBI علشان تحقق فيه بصورة فيها نوع من الشفافية. أبو سونام ظهر في وسائل الإعلام وكان بيقول إن بنته مستحيل تعمل تصرف زي ده، وإنه متأكد بنسبة 100% إن الموضوع عبارة عن خطة محاكاة ضدها. ولكن على الجانب الآخر زي ما قلت لكم، أخوها جوفند زي ما أبوها كان متأكد إنها ما عملتش أي شيء، جوفند بدأ يوضح لأفراد الشرطة إن من بداية ما تواصلت سونام معاه تليفونيا في الوقت اللي كانت فيه في مطعم محلي في ولاية أوتر برديش، هو كان متأكد إنها مرتكبة الجريمة، بل وإنه وضح إنه اتبرى تماما من أخته، وإنه هيدعم أسرة راجا في إنهم ياخدوا حقهم من أخته سونام ومن كل المجرمين اللي تورطوا معاها. ودلوقتي خلونا نروح لفيشال وأكاش وآنند وراج والعقل المدبر سونام، والكلام اللي كانوا بيقولوه في خلال اعترافاتهم، وإيه السبب وإيه الدافع من وراء ارتكابهم الجريمة. سونام وراجا بدأوا يسردوا على أفراد الشرطة إنهم اتعرفوا على بعض في مصنع الخشب الرقاقي اللي بيمتلكه أبوها، وإنهم اتعرفوا على بعض لأن راج كان بيعمل هناك في قسم الحسابات. راج كان أصغر من سونام بحوالي 4 سنوات، هي كمان كانت بتعمل في نفس المصنع في قسم الموارد البشرية، ومع تكرار مقابلاتهم ابتدت تنشأ ما بينهم علاقة عاطفية. والموضوع ده حصل قبل ما تتعرف هي وراجا عريسها بحوالي 4 سنوات. ولكن طبعا لأن راج اللي كانت وقع سونام في حبه كان من طبقة فقيرة، أسرته على قدها، مش من أسرة ميسورة زي أسرة سونام،
لما تعرض الأمر بالزواج ما بينه وما بين سونام على أسرتها رفضوا الأمر تماما، وكانوا شايفين إن ما ينفعش تنشأ ما بين بنتهم وما بين شخص تاني أي علاقة عاطفية. فاكرين في البداية لما قلت لكم إنهم كانوا بيمنعوا إن هي وراجع عريسها اللي كان متقدم لها إنهم يتقابلوا مع بعض بصورة منفردة في الخارج؟ هم بالفعل كانوا مقتنعين إن الأمور دي مش مناسبة ليهم، وكانوا شايفين إن أنسب شيء إن الزواج لبنتهم يتم عن طريق إنه يكون زواج مدبر، وإن فكرة الزواج عن طريق الحب والعلاقات العاطفية كان أمر مرفوض تماما بالنسبة لهم. جوفيند أخو سونام قال إن في أثناء حوار دار ما بين سونام وما بين أمها لما سجلوا اسمها وملفها الشخصي في مكتب الزواج، وحصل توافق ما بينها وما بين راجا. في الوقت ده سونام قالت لأمها إن أي شيء هيحصل لراجا بعد الزواج هيكون على مسؤوليتهم هم، وكأنها كانت بتهددها بإنها ترتكب أمر مفيش أي حد كان يتوقعه. سونام في البداية حاولت إنها تطفش راجا عن طريق إنها ما تتكلمش معاه، ما تدلوش وش زي ما بنقول، ولكن لما كل الأمور دي فشلت بدأت إنها تحط مخطط، والمخطط اللي كانت حطاه كان من فبراير من سنة 2025، يعني قبل ما يتم تحديد ميعاد زواجها هي وراجا. وخلوني أقول لكم إن كان في خطط كتير جدا قبل خطة إنهاء حياة راجا العريس. كانت بتخطط سونام هي وراج حبيبها بإنهم يزيفوا مقتلها وإنها تروح لأي منطقة تانية وتهرب من البيت، وبعد كده يتزوجوا هما الاتنين. وعلشان الخطة دي تتم كانوا بيفكروا إنهم ياخدوا أي سيدة ملهاش أي علاقة بالموضوع ينهوا حياتها ويشوهوا وجهها ويدعوا بعد كده ويلفقوا إن ده جسد سونام، ولكنهم كتر خيرهم شافوا إن ما ينفعش ياخدوا شخص بريء في الرجلين معاهم وتراجعوا عن الفكرة، وبدأوا يفكروا في خطة بديلة. الشرطة من خلال فحص سجلات الهاتف لراج والسونام اكتشفوا إنهم في تاريخ 16 مايو من سنة 2025، يعني بعد زواجها بحوالي 4 أيام، دارت ما بينهم هما الاتنين مكالمة تليفونية على مدار 6 ساعات كاملين من الساعة 9 مساء للساعة 3 صباحا. وقالت سونام إن في خلال المكالمة دي هي وراج حددوا إنهم لازم ينهوا حياة عريسها راجا، وعلشان تنفذ الخطة راحت ودبسته في موضوع رحلة شهر العسل اللي هو ما كانش عايز يسافر ليها، وحجزت تذاكر الطيران. زي ما قلت لكم إن سونام لما حجزت تذاكر الطيران كان فيها أمر غريب، إنها حجزت تذاكر الطيران للذهاب ولكنها ما حجزتش العودة، لأنها كانت عارفة كويس جدا إنها مش هتحتاجها. ومن بداية ما سونام وراجا سافروا مع بعض علشان يتجهوا لرحلتهم كانت بتتواصل مع راج تليفونيا علشان تقوله على خط سيرهم. هو ابتدى إنه يوظف 3 من أصدقائه في مقابل إن سونام عرضت على كل واحد فيهم مبلغ 20,000 روبية، يعني حوالي 250 دولار. وقال راج إنه ما كانش حابب إنه يظهر في المشهد، وإن أصدقائه ال3 فيشال وأكاش وأنند هم اللي يروحوا ويحاولوا إنهم يتعرفوا على راجا وسونام وكأنهم أشخاص بيقضوا أجازة وتعرفوا عليهم بصورة طبيعية. خطتهم في البداية كانت إنهم ينهوا حياته في تاريخ 22 مايو من سنة 2025 في أول يوم وصلوا فيه للمدينة، ولكنهم لما طلعوا لقمة الجبل في الوقت ده سونام لاحظت إن في بعض الأشخاص وإنهم مش هينفعوا إنهم ينهوا حياته، وقرروا إنهم يأجلوا خطتهم لتاني يوم، وتحديدا لتاريخ 23 مايو من سنة 2025. بمجرد ما طلعوا لقمة الجبل بعد ما تصادقوا هم وراجا مع بعض بدأت سونام إنها تقول لهم اضربوه اقتلوه، وفي الوقت ده بدأوا هم ال3 يتجمعوا عليه، خرجوا الساطور وبدأوا إنهم يسددوا ليه الضربات، وبعد كده خلعوا من عليه كل الذهب والمجوهرات اللي كان لابسها وشالوه ورموه من قمة الجبل. وعلشان يسبقوا الدور أكتر كسروا جهاز التابلت، خلعت سونام الشميز الخاص بيها ورمته على الأرض، كسروا الساعة الذكية اللي كانت خاصة براجا. كل الحاجات دي سابوها متبعترة على قمة الجبل، وكأن في شخص هاجمهم أنهى حياة راجا رماه من قمة الجبل، وبعد كده اختطف سونام. سونام بعد ما اتأكدت من إنهاء حياة راجا عريسها اتجهت بعد كده بالقطار من خلال تذكرة كان حاجزها ليها حبيبها راج على القطار اللي كان متجه لمدينة إندور. أقامت هناك لمدة يوم واحد في غرفة أوتيل راج حبيبها هو اللي كان حاجزها ليها، ولكنها كانت متخوفة من أن أي حد يشوفها هناك، وعلشان كده قررت إنها تنتقل لمنطقة تانية، وراحت لمنطقة اسمها فاتح بور، وهناك راج كان مستنيها في شقة كان مستأجرها. أقاموا هناك لبعض الوقت وكانوا بيتابعوا الأخبار في التلفزيون، ولما اكتشفوا إن فيشال وأكاش وأنند أصدقاء راج تم إلقاء القبض عليهم في الوقت ده كل واحد فيهم حاول إنه يهرب، ولكن سونام بعد ما هربت قررت إنها تفكر في خطة بديلة بإنها تدعي بإن في بعض الأشخاص اختطفوها وتوجه الاتهام لراج حبيبها هو وأصدقائه ال3.
وإنها بعد كده هربت منهم وملهاش أي علاقة بالموضوع، وزيفت المشهد في واحد من المطاعم المحلية اللي اتجهت ليها، وتظاهرت بإنها في حالة سيئة جدا زي ما بيظهر في الصور قدامكم. ولكن طبعا أفراد الشرطة ما دخلش عليهم الحيل الكرتونية دي، وقدروا إنهم يكشفوا خطتهم. بعد الكشف عن كل التفاصيل اللي سردتها لكم، سونام مش بس أخوها جوفند هو اللي اتبرى منها وقطع كل علاقة بيها، وكان بيدعم أسرة راجا، أسرتها بالكامل كلهم كانوا واقفين مع أسرة راجا وبيطالبوا في الوقت الحالي بإن يتم تحقيق العدل، وإن سونام بدهم تتحاكم هي والأربع مجرمين اللي شاركوها في الجريمة. بكل أسف سونام كانت جبانة بإنها ما كانتش قادرة تواجه أسرتها وتقول لهم إنها مش حابة تتزوج من راجا. راجا لو تفتكروا لما قلت لكم إنها اتكلمت معاها وقالت لها إنها ما بتخصصش أي وقت لابنها، قالت إنها في خلال المكالمة دي قالت لها إنها لو مش حابة تتزوج من ابنها تصرح ليها، وإنها هتنهي أمر الزواج بصورة ودية وهتجيب الموضوع فيهم. ولكن سونام في الوقت ده قالت لها إنها حابة تتزوج من ابنها، وكان عندها مخرج تقدر إنها تخرج فيه من الزواج. ولكن تحسوا إن سونام وحبيبها راج كانوا من البداية خطتهم دموية. الخطة الأولى اللي كانوا بيفكروا فيها إنهم يزيفوا موت سونام، وإنهم يدعوا بإنها تعرضت لحادث وبعد كده تهرب مع راج لأي مكان بعيد. وعلشان ينفذوا الخطة دي كانوا هياخدوا سيدة يشوهوها وبعد كده يدعوا بإنها سونام. ولما تراجعوا عن الخطة شافوا إن الحل البديل إنهم ينهوا حياة العريس راجا نفسه. بكل أسف راجا كان شخص بريء جدا، كانش بيفكر إلا في أسرته وفي عمله. ولما اتعرض عليه أمر الزواج من سونام شاف إنها بنت مناسبة ليه، ولا كان عنده أي فكرة بكل الحاجات اللي كانت بتدور في عقلها، ولا كان عنده فكرة بالعلاقة العاطفية اللي كانت ما بينها وما بين راج، ولا كان عنده فكرة إن نهايته هتكون على إيدين عروسته الجديدة. في الوقت الحالي المطالب متعددة بتوجيه سونام هي والأربع مجرمين للمحاكمة، وإن يتم الحكم عليهم بالإعدام. والبعض متخوف من إن سونام تستخدم بعض النفوذ وبعض الأموال اللي بتمتلكها علشان تقدر تفلت من العقاب، ولكن أسرتها تعهدت بأنهم اتبرأوا منها تماما وعمرهم ما هيقفوا جنبها ولا يدعموها، وإنها في الوقت الحالي هتواجه عواقب أفعالها لوحدها. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. بشكركم جدا على المشاهدة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واكتبوا لي في الكومنتات هل بتعتقدوا أن أسرة سونام بالفعل مش هتدعمها ولا هتقف جنبها وأنهم اتبرأوا منها زي ما بيدعوا، ولا إن الأيام اللي جاية هيبتدوا أنهم يحنوا ليها ويقفوا جنبها ويحاولوا أنهم يخرجوها من الورطة والكارثة الكبيرة اللي حطت نفسها فيها؟ ولو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتستنوني كل يوم حد وخميس وقصة جديدة. سلام.